السلام عليكم. لو انت مصمم مطابخ او صاحب مصنع او صاحب ورشة او حتى نجار، فانت عارف ان اكتر وقت بيضيع في التعديلات المتكررة وحسابات قوائم التقطيع والاخطاء اللي بتكلفك وقت كتير، خصوصا وقت التنفيذ. عشان كده عملنا لك اي جي سمارت لايبراري، السيستم اللي هيغير طريقتك في الشغل داخل سكتش اب. ليه هيغير طريقتك في الشغل؟ لان هو هيساعدك في كل حاجة. اي حاجة انت عايز تعملها هو هيعملها معاك. الموضوع هيكون سهل عليك جدا. بتقدر ان انت في مجموعة من الوحدات كويسة لحد ما. برضه هنتطرق للحاجات دي كلها بعدين. تقدر تتحكم في كل الابعاد بتاعة الوحدة. بتقدر تتحكم في الضلف، المقبض، البوزيشن بتاع المقبض، آه، طول طبعا العمق، العرض. طبعا الضلف كلها كل الضلف والادراج بتفتح وتقفل. انا جايب بس هنا مثال بسيط على الوحده دي. عندك بعد كده الارفف، بتقدر تتحكم في عدد الارفف. مش حاطين اوبشن اوفر، يعني حاجات تقدر تستخدمها وتبقى ضروريه. عندك هنا برضو الظهر، بتتحكم في تخانته وفي بعده عن الظهر من ورا، يعني مسافه من ورا لو كان هيبقى افريز او لو كان هيبقى مبحار. إيه هنشوف بعدين شويه ازاي ان المقار نفسه بيعلم في الوحده في الجنب او في القرصه. هنا بنغير الخامات. المفروض ان احنا عندنا خامات بنقدر نتحكم فيها برضو من خلال السيستم. وتقدر ترجع بضغطة واحدة برضو ان انت ترجعه للاصل بتاعه. في عندك هنا التقرير بتاع الوحدة، برضو بضغط الزرار بضغط تقرير بيطلع لك تفصيل كل حاجة موجودة في الوحدة. آه، في ايه كمان؟ في عندك الفاتورة بقى ذكية جدا. تحط بس كل اللي عليك، هي بتلقط على طول. خلاص انت بتديها الوحدات، بتعلم على الوحدات، بتديها سعر المتر على طول. هي اوتوماتيك كأنه اكسل، بيطلع لك لو ضفت الضريبة، لو ضفت خصم، لو ضفت اي حاجة هتضيفها، تلاقي الاجمالي فوق على طول بيتغير لوحده. ما بتعملش انت اي حاجه. كل اللي عليك بعد كده، طبعا في عندك لغات، في عندك كذا لغه لل- للسيستم برضو. في عندك هنا تاني المفروض آه، اهم حاجه الشوب دروينج. في ناس كتير قوي كانت بتسالني على الشوب دروينج بضغطة زرار. طبعا كل الحاجات دي الفيديو قصير على ان انا اشرح كل الكلام ده، فانا هيبقى في فيديوهات عن كل حاجه، لان كل حاجه فيها بحر بتعمل لك حاجات كتير جدا. فانت دلوقتي بضغطة زرار رحت تعمل شوب دروينج. طبعا الشوب دروينج برضو بيبقى له شغل تاني. بس الفكرة كلها ان هو ظبط لك الواجهة اللي انت هتروح تعمل فيها. كل اللي عليك اللي انت هتقعد تتحرك بالموس بس، انت مش هتشغل دماغك بحاجات معقدة. اهم حاجة في الموضوع كله، اهم حاجة كله في الكات ليست. انت بتسلكت الوحدة وبتضغط على من برضو من داخل السيستم، بتروح تطلع التقرير بتاعك بتاع الاوبن كات ليست. اتمنى ان يكون ال- المكتبة تعجبكم. رقمي في البايو، اي حد عايز يستفسر عن اي حاجة تحت امرك. ان شاء الله استنوا فيديوهات شرح اوسع في المرات اللي جاية.